الحوار الأولاني اللي ليه علاقة بالثقة بالنفس، اللي هو أنا أتحب ولا لأ، ده علماء النفس بيقولوا محتاجين نركز فيه على الحاجات الكويسة والحلوة اللي فيا مهما كان صوت نقد الذات عالي، ومحتاج إن أنا أحقق نفسي بره العلاقة دي، في صداقات تانية، في هوايات تانية، في شغلي. محتاج يجيلي دايما رسائل بالثقة بالنفس من بره العلاقة اللي أنا حاسس فيها بعدم أمان دي، لحد ما تبدأ إجابة الحوار دي تكون أيوة أنا أتحب. الموضوع التاني اللي ليه علاقة بالسلف تراست أو أنا أقدر ولا لأ، غالبا بتكون المشكلة هنا إن أنا مقتنع ومؤمن تماما إن أنا ما أقدرش أعيش من غير الشخص ده، فهو لو سابني ده أكبر خطر ممكن يهددني في حياتي. وهنا تاني محتاجة أفكر نفسي بقدراتي يا جماعة، وكم مرة أنا واجهت تحديات في حياتي وحاجات صعبة وقدرت أعيش من غيرها وقدرت أعديها. فزي ما ربنا قدرني ساعتها أكيد ربنا هيقدرني المرة دي، لو قدر يعني إن الشخص ده يكون مش موجود، لأن غالبا الأفكار دي بتكون أفكار غير منطقية. فتبدأ إجابة الحوار دي تكون أيوة أنا أقدر أقابل أي تحدي في حياتي بما فيهم تحدي إن الشخص ده مش معايا. القصة الثالثة وهي ليها علاقة بالسلف وورث أو أنا بضيف ولا لأ، غالبا بنكون برضو واقعين تحت فكرة مش حقيقية إن أنا ما بضيفش للعلاقة دي حاجة، أنا وجودي سلبي في العلاقة دي، وده في أحوال كتير طبعا بيكون مش حقيقي. فمحتاج أدور الشخص ده بيقول عليا إيه حلو للناس التانية، أنا فعلا بضيف له إيه. يمكن أكون أنا خفة الدم في العلاقة دي، يمكن أكون أنا اللي بتفهم، يمكن أكون أنا اللي بحتوي، يمكن أكون أنا اللي بساعد، يمكن أكون أنا اللي بحن. أكيد ليا قيمة وليا إضافة معينة في العلاقة دي، بكون محتاجة أفكر نفسي بيها وأكلم نفسي بيها أكتر. لما أحل الثلاث حوارات دول مع نفسي يا جماعة بوعي أنا الذاتي أو باللجوء لمختص، بيفرق جدا 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 في علاقتي دي. بيفرق جدا إن أنا بكتسب سلامي النفسي تاني في العلاقة دي مع حد بحبه قريب مني، لحد إن شاء الله ما تتحول لعلاقة أمان بدل ما هي علاقة ما فيهاش أمان.